السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم ومن نحب في أحسن حال. تقبل الله منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله. يفصلنا يومان عن المباراة المرتقبة والتي سيكون بانتظارها جميع المغاربة العالم وعدد كبير من المشجعي كرة القدم، حين سيواجه منتخبنا المغربي، منتخب من بين أعظم المنتخبات كرة القدم والمصنف رقم 1 عالميا، المنتخب البرازيلي، في مباراة إعدادية ودية. اللقاء سيكون بالملعب الكبير ابن بطوطة بطنجة. خليكم معنا ما تمشيو فين. Pela primeira vez na história, Brasil para Marrocos. ستكون هذه القمة استثنائية بعد إنجاز الأسود في مونديال قطر 2022 واحتلال المركز الرابع بعد التفوق على منتخبات عريقة في اللعبة على غرار إسبانيا والبرتغال والمنتخب البلجيكي. نبدأ مع لائحة الناخب الوطني. السيد وليد الركراكي حافظ على نفس التشكيل الذي خاض به نهائيات كأس العالم قطر 2022 مع بعض التغييرات للحفاظ على التجانس، كذلك تواجد بعض اللاعبين الجدد. والمثير للانتباه في هذه اللائحة هو تواجد 12 لاعب، أكثر من نصف القائمة لا يتجاوز أعمارهم 23 سنة، يعني 8 سنوات أخرى في المنتخب الوطني، قائمة للمستقبل. بالنسبة للمباراة ستكون صعبة على الطرفين بالرغم من طابعها الاحتفالي. الحضور الجماهيري سيكون كبير وسندا قوي للاعبين، وعليهم أن يتعاملوا معه بطريقة إيجابية. هذه المباراة تمثل اختبارا واحتكاك حقيقي للركراكي ولاعبيه في أول ظهور لهم بعد المونديال التاريخي الذي قدموه، وتمثل فرصة لإعادة اختبار بعض اللاعبين وتجريب تكتيك جديد أمام منتخب قوي وكبير. بعيدا عن الضغط والنتائج، يعني ما دامت المباراة تدخل في إطار ودي فقط، بالرغم أن الركراكي وكما صرح أنه يسعى للارتقاء، يعني يسعى للفوز، يسعى للارتقاء من جديد في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ أن الفوز على المنتخب البرازيلي سيمنح الأسود الأطلس نقاط جديدة في التصنيف، ما سيمكنه من ربح مقاعد جديدة والارتقاء أكثر. كل شيء ممكن في كرة القدم، وهذا ما يعجبني في وليد الركراكي، دائما متفائل، دائما عامل النية. إنجاز المونديال صراحة فتح أبواب للفئات العمرية المنتخبات الوطنية في وجه اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين ينحدرون من أصول مغربية وتكونوا في أوروبا. كنلاحظوا اليوم واحد الموجة كبيرة، يعني منهم من يريد الالتحاق بالمغرب، ولم يعد أمر الدفاع عن قميص المغربي موضع موضع تردد، ما دام منتخبنا صار من المنتخبات ليشحت في تسويق صورتها عالميا. كما أن هذه المشاركة المتميزة في المونديال استفادت منها الجامعة الملكية لكرة القدم، وهي يعني في سهولة برمجة مباريات ودية أمام منتخبات عالمية، وأنها تلقات العديد من الطلبات من عدة اتحادات، غير أن الركراكي رفضها جميعا وكان متشبثا بمباراة أمام منتخب كبير للحفاظ على النسق العالمي وللاحتكاك أكثر، وكذلك لتكون مكافأة أو هدية التي رغبت كذلك فيها الجامعة في تقديمها للجماهير المغربية التي لم يسعفها الحظ في السفر إلى قطر لحضور مباراة أسود أطلس خلال مونديال 2022 الآخر. الجمهور المغربي صراحة يستحق مشاهدة مباراة كرة قدم كبيرة ومهمة، ونحن سعداء باللعب في بلادنا. المنتخب البرازيلي حلوا بالمغرب 5 أيام قبل موعد المباراة، وهذا دليل على اهتمامهم الشديد بالمباراة وأهميتها، وعيون العالم كذلك لا تنسى أنها تراقب إمكانيات المغرب التنظيمية والتي ستساهم في الترويج لصورة المملكة المغربية والرياضة في بلادنا في فترة لكتزامن تقدم المغرب بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030. إلى هنا وصلنا للنهاية. أتمنى كل التوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني المغربي في هذه المباراة وفي باقي المسار إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والصلاة والدعاء وصالح الأعمال إن شاء الله.